لله رب العالمين يا رب أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم إن بدا منا الزل فعليك يا ربنا نجأر أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن لا تفضحنا يوم الفزع الأكبر. يا رب سامحنا، لا إله إلا أنت. نستهديك، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أبو هريرة يقص علينا فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: يقول رب العزة: لا أجمع أمنين وخوفين على عبدي، إن إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. الحديث يرويه ابن حبان في صحيحه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم يا رب صل على سيدنا محمد وسلم عليه تسليما. يا رب لا تحرمنا شربة هنيئة بيد نبيك لا نظمأ بعدها أبدا. صل على خير الأنبياء مقاما وأفصح الرسل كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال والداعي إلى خير الأقوال والأفعال. اللهم يا رب صل عليه وسلم يا كبير يا متعال. أمير المؤمنين بين جمع من أصحابه عمر، من بين العشرة المبشرين بالجنة عمر، الفاروق القامة عمر، يطلب من كعب بن مالك: يا كعب خوفنا بربنا. فيقول كعب: يا أمير المؤمنين، لو أن رجلا كان في مشرق الأرض وفتح على قدر منخر ثور في مغرب الأرض لسال منها دماغه من حرها. فيبكي عمر ويبكي كل الجالسين معه. كانوا يخافون من ربهم، كانوا يتضرعون إلى ربهم أن ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة، إنه رؤوف رحيم غفار. أيها الأحبة الأعزاء، أن أراكم فيفرح قلبي ويزهو ويصفو الفؤاد وتطفى الشعل، وأذكركم قول الشاعر: وكل محبة في الله تبقى على الحالين من فرج وضيق، وكل محبة فيما سواه فكالحلفاء في لهب الحريق. أدعو الله لي ولكم أن لا ينفض مجلسنا هذا إلا وقد حفته الملائكة بأجنحتها تدعو لنا: قوموا مغفور لكم إن شاء الله. آمين آمين آمين. ثم وبعد إخوانا، الزاهد العابد عبد القادر الجيلاني يقول: أردت أن أطرق باب طاعة
فتوجهت إلى طاعة الصلاة فوجدت فيها كثر، فقلبت وجهي طاعة الصيام فوجدت على بابه كثر، فما وجدت بابا ليس به أحد هو باب الانكسار إلى الله. قلبي يرف وسواكني تتحرك وأتذلل إلى ربي، حيث أني إذا سجدت إلى ربي السجدة صادق خالص منكسر أراني لا أقوم منها إلا يوم القيامة. الله في علياه، وقد ارتكب آدم حيث أكل من الشجرة فمضى يهرول لا يعقل، فناداه الله بلسان الحال: يا آدم أفرارا مني؟ قال: لا يا رب وعزتك وجلالك، بل هو حياء منك يا رب. فقال الله: يا آدم لا تجزع حيث قلت لك أنزل من الجنة. يا آدم لا تجزع حيث قلت لك أخرج من الجنة وانزل إلى الأرض وفيها تضرع وانكسر إلي يا آدم. يا آدم تضرع إلي وانكسر، تعلم في الأرض الانكسار يا آدم. أو حزنت عندما ارتكبت المعصية؟ يا آدم إن أنا عصمتك أنت وبنيك من المعصية. يا آدم إن أنا عصمتك وبنيك من المعصية فمن على من أجود بكرمي يا آدم. يا آدم إن أنا عصمتك وبنيك من المعصية فمن أجود بحلمي يا آدم. يا آدم أنين المذنبين خير لنا من تسبيح القرآن. يا آدم معصيتك تدل بها إلينا خير لنا من طاعة تراعي بها علينا. إنه الله يحب الانكسار، يحب التذلل. يا آدم معصيتك هي التي من خلالها أدركنا وبيقين أن الله يغفر الذنب ما عظم، فلله الحمد والمنة. انكسار يريد الله أن يسمع أنين المذنبين، يريد الله أن يسمعك في ظلمات الليل البهيم وقد امتلأ شرابك بالذنوب وأنت لا تنادي أحدا إلا الله. قل يا رب من فوق 7 سماوات يسمعك. إخواني، سيد المنكسرين محمد صلى الله عليه وسلم يعود من الطائف حزين القلب وقد أدموا قدميه وألقوا عليه الحجارة. إلى من تضرع إخواني؟ علمنا الصادق المصدوق أن لا ملجأ ولا منجأ إلا لله تعالى. يا رب لمن تكلني؟ لقريب يتجهمني، لبعيد يتجهمني، أم لقريب ملكته أمري؟ اسمع حبيبك
هي أوسع لي. تعلم الانكسار، كيف تطأطئ أمام عظمة الله وحده، أمام عظمة الله وحده. خدنا وخاب مسعانا إن نحن ملأنا أيدينا بمن لا يفعل الله حرمة. أيها الحضرات، اسمعوا إلى رسول سعد بن العاص، سعد بن أبي وقاص، وهو يلوي الأرضين على صهوة جواده، يرسله القائد كي يبشر أمير المؤمنين أننا قد انتصرنا على الروم. ولكن الرسول يدخل المدينة في ليلة وكره أن يوقظ أمير المؤمنين، فاختار المسجد الحرام، فاختار المسجد النبوي كي يرتاح له قليلا حتى يؤذن لصلاة الصبح. وعندما وضع يمينه ودخل المسجد يسمع أنين منكسر، يسمع راجي رحمة ربه، والليل قد أخذ من الليل ما أخذ. يسمع متضرعا يقول، يسمع متضرعا يقول: عبد بين يديك إلهي، يا رب وقفت بجنابك أطرق لك بابك خشية من عذابك، اللهم فرض عني. والرسول يسمع ولم يمر بخلده السوى أن المتضرع هذا لا شك أنه قد قتل نفسا بغير حق. فلما اقترب وأثار الأنين فضوله: أتدرون من الذي يحن أخواني؟ أتدرون من الذي انكسر قلبه في جوف الليل؟ إنه أمير المؤمنين عمر، إنه أمير المؤمنين عمر. خوفنا بربنا يا كعب، رأس الأمر كما يقول النبي مخافة الله. وإن أنت كنت من المكرمين فاعلم أن الله سوف يكرمك ويسكن قلبك مخافة تلقاها أمنا إن شاء الله يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، أيها المباركون، ادعوا معي أن يكلف الله في قلوبنا ما قذف في قلوب الصالحين من الورع والتقوى. لا إله إلا الله. عمر بن عبد العزيز وقد لقي ربه، جاء جمع من الفقهاء إلى زوجته فاطمة: يا زوجة أمير المؤمنين عمر، يا زوجة ابن عبد العزيز، بالله عليك ما الذي شدك طيلة خلافة أمير المؤمنين؟ فقالت زوجته: والله إن أمير المؤمنين لا يفوقكم في صلاة، ولا يفوقكم أيضا في صيام، ولكن أمير المؤمنين كان أشد خوفا من الله من كل الناس، حتى إذا كنت معه مع الزوجة بزوجها تذكر الله فارتعدت أبصاره، وكأنك ترى العصفور المبلل. بكى وتضرع إلى ربه أن يجعل بينه وبين النار حجابا.
وأنا أقسم يا ليت بيننا وبين الإمارة ما بين المشرق والمغرب. عمر ابن عبد العزيز الذي ذاع صيته عدل وورع، نزلت عليهم الدنيا ولم يبالوا بها، بل صرفوا وجوههم تلقاء الآخرة فأعطاهم ربهم ما تمنوا. عاشوا ورعين وماتوا مخبتين حتى لقوا رب العالمين وهو عنهم راض وأدخلهم جنة النعيم. إخواني أيها الحضرات، إن كان المؤمن يوصي أخاه فلا يوصيه إلا بتقوى الله. إخواني، لنحاول جهد جهدنا أن يرانا الله تعالى ونحن على ورع وخوف وانكسار. من أصاب منا ذنبا فليعجل إلى ربه فالله يضطر أنينك أخيا. من أصاب ذنبا فليعجل إلى ربه فالله يرضى أن يراك ذليلا لعاقبة هذه المعصية. عجل أخيا، فإنك لا تطلب أحدا، إنك تطلب الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، هو كتبها للذين آمنوا. فكن من أولئك المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا بفيض الإيمان به وجميل التوكل عليه. اللهم أحينا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة في سبيلك. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل همنا في آخرتنا. لا إله إلا أنت يا رب العالمين يا ولي المؤمنين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المجتبى أمينه على وحي السماء سيدنا محمد خير من وطأت قدماه الثرى. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أيها الحضرات، هارليم شيك رقصة شبابية جاءتنا من وراء البحار. نحن اليوم نسبح بحمدها. أعتقت الشباب من عقدة الدراسة، فهم الآن يخوضون ويمرحون ويلعبون على نخب هذه الرقصة. كيف تقولون إنها ازدراء؟ كيف تقولون إنها انحطاط؟ نعم، هي الصواب بعينه، ومن قال عكس ذلك فلا بد أن يستغفر ربه، لأننا لا نرى إلا ما يرينا أولئك. حتى وإن أحلتموهم على دور التربية في أمريكا، وقد حصل ذلك في عديد المدارس عند أمهم أمريكا، ولكن أمريكا لم تسكت عن هذا، بل عاقبت كل تلميذ ب3 أيام طردا. لماذا يا أمريكا؟ لأننا نمرح ونسرح في كل شيء إلا أن نميع شباب الدراسة، فذاك خط أحمر. من كان يريد أن يتميع فعليه أن يتميع خارج المدرسة. إن أسوار المدرسة في الغرب مقدس، وعندنا في دروس الحبيبة
اصنع ما شئت فإنك في تونس. لا تقل جرم ارتكبوه، لا تقل سقط المتاع فعلوه. ارضوه بالله عليكم، ارضوه، لا تبخسوه، لا تجرحوه على قلة عددهم، على كثرة أسفارهم، لا تنكسوه. أرجوكم خذوا بعبرتهم، أليسوا من بني جلدتنا؟ لا تحرموه، أطيعوه، احنوا لهم الأثقال، كلموه، اصغوا إليه، لا تغضبوه. أرجوكم ارضوه، حتى وإن طلبوا حكومة التكنوقراط فأطيعوه، حتى وإن طلبوا تحييد المساجد، حتى وإن طلبوا حل رباط الثورة فاسمعوهم، لا تخزوهم، أطيعوهم. أنا أخشى عليكم يوما تؤلهوهم، أنا أخشى عليكم يوما تؤلهوهم. بربكم أطيعوهم، بربكم لا تتركوهم، إنهم على قلتهم وكثرة أسفارهم أسياد بين الرجال، فلا تبخسوهم، فلا تبخسوهم. هم على قلتهم أسيادنا، هم الذين يطلبون ونحن ننفذ ما يطلبون. أطيعوهم بالله عليكم، لا تجرحوهم. بالله عليكم إن قالوا هذا منكر فقولوا نحن منكرا. بالله عليكم إن قالوا هذا معروف فصدقوه. نحن الذين يكذب، نحن الذين يرتدوا. من أجرم منهم فسامحوه، ومن أذنب منا فإلى السجون أدخلوه. من اقترف منا ذنبا فمن وراء القضبان عذبوهم، سبوهم، اضربوهم، لا تتركوهم يتكلمون بأفواههم، لا تتركوهم يعبرون بكلماتهم. ارضوا القلة على حساب الكثرة، هم أسيادنا. رغم أننا وضعنا أوراقنا في الصندوق كي نحيا رجالا لا نطأطئ إلا لله، ولكنكم أرضيتموهم. حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، إذا ضاقت بك السبل، أيها الأحبة، إذا بارت عليك الحيل، أو تدري لمن ترفع عينيك؟ الله. أو تدري لمن تبسط كفي ذراعتك؟ أو تدري من علمك أن تقول يا رب؟ هو الرسول محمد، هو الذي قال حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ألم تقلها أم المؤمنين عائشة؟ قالتها ورب الكعبة، قالتها لما ركب الظهر بعين صفوان ابن معطل فألصقوا إليها تهمة هي منها براء، هي منها براء.
والله يا إخواني بعض أهل التفسير يقولون من بشرت بذكر من نساء قوم إبراهيم إلا وجمعت فرحا بذلك حضرت وتقول هذا نذر ذكري حتى تشتعل النار في ظهر إبراهيم. وجمعت الحطب وقذفوه، وفي منتصف الطريق يأتيه جبريل: يا خليل الرحمن، إن كان لدي ما أعينك به فأنا رهين إشارتك. اسمع من رباه الله. قال إبراهيم: أما منك فلا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. ابسطوا أكف الضراعة إخواني منيبين إلى ربكم بقلب منكسر. يا رب لا نشكو لأحد ظلمنا إلا إليك. اللهم يا من نصرت نبيك وأنجيت من النار خليلك، إليك نشكو ضعفنا فطولنا. يا ربي يا من تسمع رداءنا وترى مكاننا، لا تتركنا إلى قريب يتشهمنا. اللهم يا مولانا انظر إلى عبراتنا. يا ربنا يا مولانا نعوذ بك أن نفتن في ديننا ونرد على أعقابنا خاسرين. انصر عبادك المؤمنين الموحدين. يا رب إنك تعلم أن الحقائق زورة لا يعلمها إلا أنت يا رب. يا مولانا يا الله، أي ظلم هذا إليك نشكو يا ربنا. اللهم انصر الحق يا مولانا وأنكس أهل الباطل أينما كانوا. اللهم خذ بأيدي عبادك الضعفاء، قونا فيك حتى لا نرى قويا غيرك. يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من لا رب سواه، يا من لا إله إلا مولانا انصرنا على من عادانا، مولانا انصرنا على من عادانا. يا ربنا يا كريم لا نرضى أن نكون إلا عبادا لك، فلا تخزنا يا الله. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك نشكو إليك ظلم العباد. انصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. أيقظ لهذه الأمة من يجدد لها دينها ويدفع عنها هذا الآن يا رب العالمين. اللهم ثبت اليقين في قلوبنا، لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا الله. يا من يجيب المضطر إذا دعا، يا من تذلل إليه المنكسرون، خذ يا ربنا بعبرتنا. انصر الإسلام في كل مكان وأعلن فضلك وتأييدك في ميدان الحق والدين. خذ بعبرة إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي العراق وفي العراق. يا الله يا كريم ردنا إليك ردا جميلا. يا رب ردنا إليك ردا جميلا وكلنا كافلا وكفيلا. اهد شبابنا وبناتنا. اللهم ارزق بناتنا الأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا الزوجات الصالحات. اجعلنا فيك متحابين متقاربين متآخين لدينك ناصرين لأعدائك مهزمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وردنا يا مولانا ناصرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صل اللهم وبارك في البدء والختام على نور الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم، اذكروا الله يذكركم، اذكروا الله